عارفين مين القديس اللي عمل تان عشان يرضي رسموه راهب؟ زمان كان في واحد اسمه قريون، كان متجوز ومخلف ولد وبنت، ولكن في وقت من الاوقات قرر انه عايز يعيش مع ربنا ويترهبن، وساعتها صارح مراته باللي بيفكر فيه وسابهم وراح على برية شهيد واترهبن هناك. وبعد كام سنة البلد حصل فيها غلا، فراحت الام وخدت الطفلين وراحت له برية شهيد وطلبت منه انه ياخد الاولاد. فقال لها قريون خلي البنت معاكي وانا هاخد الولد. وساعتها اتربى الولد واللي كان اسمه زكريا في برية شهيد مع الرهبان. ولكن زكريا كان عنده جمال غريب جدا، وساعتها رفض الرهبان انهم يرسموه راهب، وقالوا ازاي شاب زي ده يعيش وسط الرهبان. فراح زكريا لبحيرة النطرون ونزل فيها وقعد ساعات طويلة جدا لحد ما خد تان والشمس لسعته لحد ما اتحرق ولونه اتغير خالص. ولما رجع للرهبان ما عرفوهوش، وابوه عرفه بعد ما قعد يبص له كتير. ولما سالوه عن ايه اللي غير منظره قال لهم زكريا على كل اللي عمله. وساعتها اترسم القديس زكريا راهب، وربنا عمل على ايديه عجائب كتير جدا، وعاش في البرية 45 سنة. وبنعمة ربنا خلوة بودكاست هتعلن عن مفاجأة كبيرة جدا لعيلتها في كل الدنيا النهاردة في ستوري. تابعوا الستوري اللي هتظهر على مدار اليوم بنعمة ربنا. وانت كمان صلي معايا وقول انا بشكرك يا رب، ارجوك خلي بالك مني، احفظني يا رب ونجيني، وابعد عني عدو الخير وكل افكاره الشريرة، واحفظني من كل شر وكل هم وكل تعب.